بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف خسرت لاعبي الزمالك من أرتا سولار الجيبوتي بتخريفات وإبداعات مستر أسوريو. هي تخريفات وإبداعات من مستر أسوريو، فأنا مش فاهم. فكسلنا في ماتش الشباب خسرناه، فكسلنا في ماتش النصر اتعادلناه، وقلنا بطولة وعدت. لكن احنا بنبتدي موسم جديد، بنفتكس في ماتش تمهيدي في الكونفدرالية اللي احنا لو ما كسبناش ماتش العودة هنا في القاهرة 3-0 هنخرج من دور ال 32 من الكونفدرالية. يا جدع استحي على دمك. ولو المدرب ما بيفهمش فيه لعيبة في الملعب تستحي على دمها، تبقى عارفة انها بتلعب باسم نادي كبير، باسم نادي له ملايين من المشجعين، بتيشيرت ما يحلموش ان هما كانوا يلبسوه. ففوقهم، فوق الله يكرمكم. اختراعات اسوريو اللي بدأ بيها النهارده صبح في حراسة المرمى، وانا بطالب المجلس الجديد اللي ان شاء الله بعد ما يحل الازمات بتاعه مشكله القيد ومشكله الفلوس، الزمالك محتاج فرقه. والزمالك حتى هذه اللحظه محتاج جهاز فني محترم، محتاج ناس بتفهم، محتاج واحد زي الكابتن احمد رمزي يكون موجود في الجهاز، دكتور محمود سعد، ناس تكون اداريه وفاهمه هي بتعمل ايه وعارفه يعني ايه كلمه زمالك. محتاجه حد زي عبد الحليم علي، الكابتن عبد الحليم علي. محتاجه ناس، انا مش عايز اقول اسماء ناس عشان ما حدش يفكر ان شايف الناس دي بعينها، لا انا عايز ناس عارفه يعني ايه زمالك وتحس وعارفه قيمه جمهور نادي الزمالك. لكن انا شايف كل اللي قاعد على الدكه ولا يفهم اي حاجه باللي انا بشوفه في الكام مباراه اللي انا شفت فيها سوري وشفت فيها الجهاز الفني اللي موجود بقاله فتره. الصراحه ويعني مش فاهم. محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد اللي هم على الله حكايتهم خالص. وسوري انت مشكلتك اتحلت وجات لك محمود علاء، ما بيتلعبوش ليه من البدايه؟ ما بيتلعبوش ليه من البدايه؟ والمصيبه اللي قال عننا نزلت الزناري، انا مش فاهم دماغك متركبه ازاي. مش فاهم. طب ما انا كنت نازل محمود علاء. طب والاخ حاتم سكر، هو انا ماتش زي ده وعايز اكسبه، طب ما لعبتش ليه عبد الشافي اللي لعب ماتش المباراه الوديه بتاعت السكه الحديد وقلت ان هو عمل مباراه كويسه وكل اشاد بيه؟ هو عبد الشافي مش محتاج اللي احنا نشيد بيه اصلا. ليه عبد الشافي ما يلعبش مباراه زي ديت؟ وليه ما يبداش؟ انا محتاج ان انا كنت اتعادل او اكسب، ومفروض فرقه زي دي اكسبها بسهوله. انا مش فاهم فرقه زي ديت بتروح عليا بهجمه تجيبها جون ازاي، مش فاهم. وبتجيبها باخطاء عيال في الدفاع، بتجيبها باخطاء حارس مرمى واقف مش فايق. فانا مش فاهم في ايه بجد. فهموني، يمكن انا اكون بنتقد او انا بكون يعني بفهمش وانتوا بتفهموا، فانا مش فاهم. نص هو حمزه المسلوسي، نص الملعب نبيل عماد دونجا اللي على الله حكايته خالص، وبرامان داي اللي ما عملش هجمه غير في الدقيقه 88 الكره اللي شاطها كده حاول يلم حد وشاطها جت بره. واوباما يعني انا مش فاهم، دايره ولا تعليق. والشيكابالا ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. يا مستر اوسوريو هتجلطنا بجد، بدايتك كده هتجلطنا في الموسم، واحنا مش ناقصين جلطه. الله يصلح حالك، احنا ولا ايدنا لعيبه ولا عارفين نجيب لعيبه ومش عارفين هنعمل ايه في السنه السوداء اللي يعني محطوطه فيها ديت بسبب المجلس السابق الصراحه، اللي هو البلاوي كتير اللي عملها لنا في الصفقات اللي عملها لنا الموسم اللي فات، وما عرفناش نأيد لعيبه بسبب الفلوس اللي عليه. لا شيكابالا المفروض من 2016 مد شيكابالا على عقد ب 1000 جنيه ان هو يدفع فلوسه، والنهارده في 2023 وفلوس شيكابالا لسه ما دفعتش. فانا مش عارف الصراحه ليه لحد دلوقتي المجلس ما تحاسبش على نقطه زي ديت. طبعا التبديلات اللي عملها اوسوريو، خرج الزناري ونزل حسام عبد المجيد. في مثل بيقول لك اسوأ من زفت ميت غمر، فهم الاثنين يعني ايه لا يفقهوا شيء. اشرف روقه خرجته ونزلت، خرجت انا اسف نبيل عامل دونجا ونزلت اشرف روقه، طبعا لا تعليق. خرجت الشيكابالا ونزلت عمرو السيسي، برضه لا تعليق. خرجت سيد نمار ونزلت سيف الدين الجزيري. طب انا بعدها بشويه نزلت ناصر منسي مكان مصطفى شلبي. طب ما انا كنت اسيب مصطفى شلبي وكنت اسيب الجزيري ونزلوا ناصر منسي معاهم. فانا مش فاهم. طب ما نزلتش نمار بدري شويه ليه؟ ما خرجتش شيكابالا ونزلت مكانه ناصر منسي ليه؟ او نزلت مكانه نوال ليه؟ زودت الكثافه قدام. ما خرجتش اوباما ليه ونزلت مكانه؟ تمام انا عايز اعمل تبديلات. انت تبديلاتك مش ماشيه اصلا مع سير المباراه، تبديلاتك مش ماشيه مع اي حاجه. انت لو بدات غلط بتعكها في الاخر. يعني بجد اوسوريو حتى هذه اللحظه انا مش شايف منه اي مؤشر او اي حاجه. احنا دعمناه كتير ولسه هندعمه، عندنا بدايه دوري يوم الخميس مع بيراميدز. انت ارتا سولار اللي مش معاه لعيبه ومش عندها فرقه
وبره ارضها وماتش من غير جمهور وعلى انجيلا صناعي كسبتك 2-0. امال بيراميدز اللي عندها احسن كواليتي دلوقتي في مصر هتعمل معاك ايه؟ هتدوس عليك؟ ده احنا على كده بمنظرنا ده احنا لو قعدنا في الدوري نبوس ايدينا وش وظهر، مش نبقى مركز. لو قعدنا في الدوري نبوس ايدينا وش وظهر. فانا مش فاهم والله يعني الزمالك عايز ايه او اللعيبه ديت عايزه ايه بجد، او احنا يعني مش فاهم. الواحد مش حابب يغلط ومش حابب يذكر اسماء ناس خلاص عدى عليها الزمن وقعدت في بيوتها وانتهينا منها. فاتمنى اي واحد له جزع موجود في النادي يتقطع. اي واحد له جزء موجود في النادي يتقطع. خلاص احنا عايزين النادي ينضف، عايزين حاجات كتير تحصل. الفرقه كل حاجه فيها انا بجد انا مش عايز اغلط، مش عايز اغلط وهخبط واقول كلام ما يتقالش. فبجد كده كفايه، كده كفايه. احنا ما عندناش لعيبه وما ايدناش حد ومش عارفين نأيد حد. فيا اما نلعب صح يا اما ما نلعبش، يا اما نلعب صح يا اما ما نلعبش. ده كل اللي اقدر اقوله. اسرو لازم تفوق. مدحت عبد الهادي لازم تكون واقف عينك وسط راسك. لو الراجل غلط لازم تصححه. ولكن انا حاسس ان انت ما بتعملش اي حاجه الصراحه. لا انت ولا الكابتن احمد عبد الغني ولا احمد مجدي انا اسف ولا الكابتن عبد الواحد السيد، ولا شايف مستوى حلو من الكابتن عبد المنصف في مستوى الحراس. فانا شايف ان انا مش عايز انتقد حد ومش عايز اقول نمشي حد من بدايه الدوري. احنا لسه ما عملناش حاجه اصلا. والمشكله ان انت معسكر الاعداد بتاعك اصلا انت يعتبر ما عملتش معسكر اعداد. انت ايه فضلت تتدرب لي اسبوع ولعبت لي مع السكه ماتش كان المدرب بتاعك مسافر بيعمل محاضرات في اسبانيا. الماتش التاني مع سيراميكا كليوباترا لبتك 3-0 على قفاك في ماتش ودي. فانا مش فاهم بجد يعني. آه لا تعليق بجد. احنا لسه في بدايه موسم ولسه عايزين نقول كل الدعم للعيبه واحنا في ظهركم وربنا معاكم واحنا مبسوطين ان احنا نشوف الفرقه ومفيش خالص. ما حدش فيهم يعرف قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، ما حدش فيهم يعرف قيمه نادي الزمالك اللي هم بيلعبوا فيه. مش كل حاجه فلوس. انتوا مش محتاجين فلوس، انتوا مش محتاجين فلوس. في ناس موظفين غلابه في النادي بقالهم شهرين وثلاثه ما خدوش جنيه لحد دلوقتي، اللي هم مرتباتهم 2000 و3000 و4000. وانتوا اللي مرتب واحد فيكم في السنه يقبض موظفين النادي كله بتعيطوا اللي ما بتاخدوش فلوس. وناس دي كل يوم بتروح تشتغل ويطلع عينيها، واللي بينظف واللي بيقف امن واللي كله بيطلع عينه وبيشتغل ومش معاه فلوس. وانتم اللي بتلعبوا كوره بتجروا ورا كوره منفوخه بتنططوا لو شهر ما جالكوش فلوس، لو شهر مخصوم منكم ربع مليون ملايين. الناس بتقبض ب 1000 و2 و3. ففوقهم فوقهم انتوا بتلعبوا في نادي كبير واسم كبير. مش قد قيمه التيشيرت اقعد في البيت او شوف اي نادي تغور فيه. ده كله اقدر اقوله على اللي انا شفته النهارده في المهزله. اللي يعني مباراه المفروض تخلص لينا 1-0 على الاقل يا شيخ نتعادل. لكن انا الجون مش عارف اجيبه، الجون مش عارف اجيبه بره ارضي. انا مطالب ان انا هنا في مصر يوم 30/9 او 1/10 لسه ما اتحددتش ان انا اكسب 3-0 ولو جابوا فيها جون اكسب 5. شفت الورطه اللي انت فيها؟ شفت حجم الورطه اللي انت فيها؟ انت في ورطه. نادي الزمالك في ورطه. لو ما كسبش 3-0 خرج من دور ال 32 من الكونفدراليه، مش من دوري الابطال وتنزل كونفدراليه. لا خلاص كده تبقى خلصت. احنا نقفل النادي ونجيب كراسي كده ونشرب شيشه وتبقى الدنيا حلوه.